هي كلمة واحدة يا ماما. كلمة واحدة يا ماما؟ أيوه. أنا مش أول بنت تتخطب رسمي وبعد ما تتم الخطوبة ترفض خطيبها. إياك تكوني فاكرة نفسك مخطوبة له امبارح أو من أسبوع يا سميحة. عارفة إني مش مخطوبة له من امبارح ولا من أسبوع، من سنتين وحضرته خطيبي. فاهمة دي كويس. أنت لا بتفهمي ولا حاجة. أنا فاهمة كل حاجة. أنت عارفة يعني إيه بنت مخطوبة لشاب بقالها سنتين وبعدها عاوزة تسيبه؟ عز الدين سبته خلاص، مش لسه هسيبه، وصارحته بكده النهارده. منك لنفسك كده؟ مالكيش كبير تشوري عليه قبل صراحتك دي؟ مالكيش اب مالكيش ام؟ ما أنا جيت قلتلك يا ماما. بعد خراب مالطة؟ مفيش حاجة خربت، أنا زي ما أنا. انت اتغيرتي فجأة. وامتى؟ بعد سنتين. حاجة تخليني اشك في الامر. أي أمر يا ماما؟ امرك يا سميحة. انا متأكدة ان عز الدين مظلوم معاكي، ولو اني ما عرفتش منك سبب اللي جرى دلوقتي. عرفتي النتيجة ودي الأهم. يا بنتي ده شاب كويس، شكله مقبول، سنه مقبول، مركزه معقول، ومؤدب ومهذب، وكلامه بينقط سكر. كلامه؟ عمري ما سمعت كلمة طلعت منه وحشة ابدا. لما بيقعد مع ناس وبيتكلم يرضي كل اللي قاعد معاهم، ودي تأكد انه واعي وصاحي لكل تصرفاته. ومع كل ده نهاية اللي بيني وبينه النهارده. بعد سنتين؟ أيوة يا ماما بعد سنتين. عارفة يعني ايه بعد سنتين؟ مش عايزة أعرف. لازم تعرفي. ما تحسبيش ان الامر ده يهمك وحدك، ده يهمني انا اكتر منك، ويهم ابوك ويهم ناس كتير، وهيكون وراه حكايات وروايات ملهاش اول ولا اخر. الأمر يهمني وحدي، وأنا اتصرفت فيه وانتهى. وأظنك ملاحظة إن الأسورة ودبلة الخطوبة مش في إيدي. وديتيهم فين؟ سلمتهم لصاحبهم. بعد سنتين؟ دي حاجة اشتراها بفلوسه ولازم أردها له. اللي صرفوا عليكي في السنتين دول قد اللي رديتيه 10 مرات، وما دام انت اللي بايعه لابد يطالبنا بيه. مش من حقه يطالبنا. ده كلام بنت زيك تقوله؟ بطمنك إنه مش هيقدر يطالب بحاجة غير اللي اديتها له، لو حاملة هم طلبه. دول سنتين مش يومين. سنتين ما فيش في بقك غير كلمة سنتين يا ماما. سنتين يجرى فيهم حاجات كتير. ظهورك معاه قدام الناس سنتين، مجيه البيت عشان خاطر ياخدك ويخرج سنتين، كلامك عنه وكلامه عنك في الحب سنتين، والعيلتين واللمتين بيتفرجوا عليك ويتباهوا بكم للناس سنتين. وكل ده ينتهي في كلمة بعد سنتين؟ ماما أنا سمعت منك مثل، ولولا إنك مقتنعة بيه ما كنتيش قلتيه. مثل ايه اللي سمعتيه مني؟ البطن على لقمة والشر على كلمة. كلمة جاي تهد 20 سنة، مش خطوبة سنتين. يا بنتي دي حاجة تضر بسمعتك، هيدور ويلف بسيرتك عند كل الناس، والحبة هيعملها قبة، والخطاب تخاف تتقدم لك وتعيشي عانس. عانس؟ ايوه. التصرفات اللي بتخلق العوانس دي ايه؟ بتكون اصلها عاملة زي عملتك دي او من الاهل، واهلك والحمد لله ما بيحطوش اي طوبة في طريقك تعطل جوازك. السجن في البيت للبنت هو اللي بيدخلها دنيا العوانس، لكن أنا موظفة بخرج كل يوم وبقابل الناس كل يوم، وإن كنتي حاملة هم دي ما تحمليش هم. أنا حلوة مش وحشة، ومدردحة مش لخمة، وصاحية مش نايمة. افهم من كده ان ظهر لك شخص تاني شجعك على عملتك؟ وشرفك يا ماما أبدا. بس ايه سبب اللي جرى ده كله؟ كلمة. ايه الكلمة دي؟ مفيش داعي أعيدها بعد ما انتهى كل شيء. يعني لما حد يسألنا سميحة سابت خطيبها ليه نقول له ايه؟ ولا حاجة. لازم نرد. قوليلي نرد نقول ايه؟ حولي اللي يسأل عليا وأنا أرد عليه. يا خوف يكون خطيبك اللي بيضرب الجرس. خليك انت، أنا حاسة. اتفضل. مين معاك يا بابا؟ حبيب من حبايبي، ما تتفضل يا اخي اتفضل. اديني هتفضل اهو. عمو صفوت. ما قلنا بلاش عمو دي 1000 مرة يا سميحة، عمك واحد تاني غيري. اتفضل يا عم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الله، سميحة اختفت، راحت فين يا عظيمة؟ هنا، مش هي اللي فاتحه لكم الباب؟ الظاهر ان شعورها بالغلطة خلاها انسحبت من قدامنا بسرعة. اي غلطة يا هاشم؟ الله، يعني ما عرفتيش منها يا عظيمة؟ دي غلطت غلطة كبيرة قوي. انت بتستعجل في الحكم ليه يا هاشم؟ مش يمكن عندها حق وصاحبنا اللي غلطان؟ هو عز الدين قبلك؟ قابلني وصوت معايا. اسأليه على اللي حصل. بيني وبينك ده شخص فالصو قوي. لا مش فالص ولا حاجة. انت اتأثرت بكلامه المزوق ده، حتى كله كان كلام تلميح بايخ وتهديد مغطي يدل على انه شخص فالصو. تهديد بإيه يا عم؟ اقعدي يا سميحة. عاوز أعرف بيهدد بإيه؟ بشوية كلام فارغ بيقولهم عنك للناس. دي حاجة ما تهمش. ما تهمش يعني ايه يا سميحة؟ الكرامة مش هينة للدرجة دي، السمعة مش رخيصة للدرجة دي. انت ليه رديتي له الشبكة وعرفتيه ان اللي بينك وبينه انتهى؟ ليه؟ انا عاوز اعرف. هو قبلك وأنا متأكدة إنه ما يقدرش يقولك السبب. ده لازم سبب خطير يا هاشم. ايه هو يا ترى؟ قول يا سميحة. مفيش داعي، مادام مش في نيتي أرجع له. ضروري عظيمة تعرف. ما اعرفش حاجة وبقول لكم قدامها اهو. مش عاوزة تقول ليه رديت له شبكته. تبقي شايفة لها شوفة تانية. أبدا يا بابا، بس أنت ما يخلصكش اتجوز بلطجي. بلطجي؟ ده خطبك بقاله سنتين، وانت ما انتش وارثة ولا انا من الاغنياء علشان يعمل عليكي بلطجي. وان كان على مرتبك ال10 جنيه اللي بتاخديهم كل شهر نصهم بيروح مواصلات والباقي فساتين،
دول ما يلفتوش نظر اي بلطجي يا ست سميحه. لكنهم لفتوا نظر عز الدين وابتدى يخطط لتوزيعه. معقول الكلام ده؟ حصل يا عم. ده يبقى فالصو قوي، وعندها حق ترميله الشبكه في وشه. والقايمه اللي قدمها لي بالمصاريف اللي صرفها في سنتين، واديك حضرتها يا صفوه. ولا تسال عنه، وحتى لو رفع دعوه يطالب بيها بالمصاريف دي هيخسرها 100%. هيخلصها تشنيع بسمعتي وسمعه بنتي، والانسان تخاف تتقدم لها بعد كده. مين اللي قال الكلام ده؟ سميحه عريسها موجود، كان بيتمنى يتقدم لها من سنتين، ولما سبقه غيره عاش على ذكرى التمني لحد دلوقتي. مين العريس ده يا صفوت؟ شكلا مقبول، موضوعا مقبول، خفيف الدم. سميحه شافته وشافها، تعرفه ويعرفها. مين ده اللي اعرفه يعرفني يا عم؟ شكله ايه؟ بصي لشكل كده. شكلك؟ بس انت متجوز وعندك ولاد. هم يبكي وهم يضحك. مفيش هم ولا حاجه يا اخي، لازم نغير الجو بالفرح والانبساط. انا ما عنديش استعداد اوافق على جواز بنتي من شخص متجوز وعنده اولاد، حتى ولو كان صاحبي وقريبكم كمان، ولو ان القرابه من بعيد شويه. ولا انا عندي استعداد اتجوز شخص متجوز وعنده ولاد كمان. ده انا رفضت اللي عاوز يشاركني مرتبي. هوافق على اللي جايب لي شركه مساهمه فيه؟ طبعا لا. الله، مالكوا استعجلتوا في الحكم عليا كده؟ مش كل كلام له تفسير. ليه خدتوا كلامي على محمل سيء بالشكل ده؟ مش انا العريس اللي مقصود بكلامي، المقصود مش قاعد في اسكندريه. امال فين؟ في مصر. في مصر. ايوه، شغله في مصر، وقاعد هناك مع ابوه وامه، قصدي ابويا وامي. اخوك رشدي؟ يا سلام على الاحساس المتبادل. ايه رايك يا سميحه؟ انا ما وافقش بنتي تروح مصر. ننقل رشدي اسكندريه كده إيه؟ معلش، رشدي هادي وطيب وابن حلال عن عز الدين 1000 مرة. الله، ايه اللي بتقوليه ده يا عظيمه؟ هو احنا اللي هنتجوز؟ لو احنا ما كناش هدمنا بيت بنبني فيه سنتين. انا موافقه على رشدي يا بابا. كتير النط قليل الصيد يا سميحه، مش معنى كده ان رشدي وحش. سهل الامور يا هاشم، انا راضي، سهل يا قاضي. وان كنت خايف من القايمه اللي قدمها الخطيب السابق، احنا سدادين. ايه، هبعت لرشدي يحضر؟ السكوت رضا. هبعت له تلغراف يحضر حالا ونعجل بالامر. احنا مخطوبين لبعض صحيح يا سميحة؟ مش مصدق لسه يا رشدي؟ مش مصدق لسه. بعد اعلانها في الاحتفال الكبير اللي كان الليله دي برضه مش مصدق؟ دي زراغيط العيله واللمه لوحدها تخليك تصدق. اعذريني لو مش مصدق. انا كنت عايش سنتين واكتر في حلم مفزع، حلم عاشق لإنسانة بيتخيلها من أحضان غيره، حلم الزمن مش عاوز يصحيني منه، وصحيت. لكن مش مصدق اني صحيت لسه. حتى وانا جنبك؟ هتكوني جنبي على طول يا سميحة. على طول يا حبيبي. انا مش متصور ازاي هقدر اسيبك في اسكندرية وارجع لشغلي في مصر، مش متصور ابدا. سلام لو عمي هاشم يسمح لي اخدك معايا من غير ما يجهزني. بيتنا يا ستي في مصر جاهز وعلى اتم استعداد لاستقبالك حبيبتي. اتفقنا انك هتنقل نفسك اسكندريه، وعمو صفوت قال انها مساله بسيطه. فعلا مسألة بسيطة، اول ما هرجع مصر هسعى فيها وانفذها حالا. لا يا رشدي. ليه؟ دي رغبتك ولازم انفذها. دي رغبه ماما. طب وانتي؟ ما اقدرش اقول لك دلوقتي. ليه؟ احتفظ بالرد لنفسي. يعني بلاش اسعى النقل اول ما اسافر؟ انتظر اشاره مني بالسعي او بغيره. اقدر استاذن؟ تقدر. اوعى تنسى اتفاقنا. دلوقتي بس اللي عرفنا اتفاقهم كان على ايه يا عظيمه. انت واخد بالك؟ البوسطجي اللي ما كانش بيهوب ناحيه بيتنا بيزورنا يوميا بجواب. بنتك بقى اللي ساعة ما وشوشته كانت بتوشوشه على كده. ما هو الجواب نص المشاهده يا عظيمه، لكن يا ترى بتكتب له ويكتب لها ايه؟ الله بقى، واحنا مالنا بقى؟ قال يا داخل بين النرجس وورقه ما ينوباك الا عرقه. ما كنتش اعرف ان سميحه بتحب رشدي بالشكل ده. واخده بالك من صورهم في حفله الخطوبه؟ انا مش عارفه كنا فين ساعتها. بقى على ايامنا كانت البنت تستجري تميل على خطيبها قدام المعازيم والمصوراتي وتخليه ياخد لهم صوره زي الصور اللي طلعت دي. زماننا حاجه وزمانهم حاجه يا عظيمه. راجل البيت اللي يقول كده برضه على راي المثل، ان كان صاحب البيت بيزمر اللي في البيت لازم يرقصوا. امرك عجيب يا عظيمه. لو انا عرضت في مساله الصور اللي بالشكل ده وقت الحفله ما كنتش خلصت منك. ما انا اصلي خايفه اللي جرى في الاول يجرى في التاني، ونودي وشنا فين من الناس ساعتها. رشدي ابن حلال وهيكون طوع لسميحه. خدي اديها الجواب ده، خدي. من رشدي؟ مكتوب الراس الرشدي. هات. سميحه. الله، روحي اديها الجواب مطرح ما هي قاعده، وعرفيها ان صفوت مسافر لرشدي بكره. طيب اديني رايحه اهو. سميحه. ايوه يا ماما. سميحه
ايوه. جواب منه اهو. من رشدي؟ ايوه يا ستي من رشدي. ممكن بقى تسمعيني بيقول ايه؟ اشوف اذا كان ممكن ولا يعني مش ممكن. شوفي. حبيبتي سميحة، وصلني خطابك قطعت الكلمه ليه؟ استني يا ماما اما اقرا كله وبعدين اقول. اقري يا ستي. ياه، بس ده جواب طويل قوي. استني يا ماما. الله. اسمعي، انت بتكتبي له كتير كده برضو؟ يا سلام عليكي، خليني اكمل قرايته. كملي على مهلك. ده انا هكتب له رد اجمل من اللي هو كاتبه. ما عرفتش انا بقى بيقول ايه؟ بيقول ان صور الحفله ما وصلتش لحد دلوقتي من صفوة، وبيترجينا اتصل بيه واقول له عليهم عشان يبعتهم. هو كان لسه ما بعتلوش الصور؟ بيقول كده في جوابه. عرفت من ابوك ان صفوت مسافر لرشدي بكره. يمكن تكوني عايزه حاجه تقولها له. اللي احب اقوله له بكتبه له في الجواب. ما جابش سيره نقله اسكندريه؟ قال، لكن انا هكتب له واعرفه انه ما يفكرش في حكايه نقله دي. يعني ايه؟ يعني انا اللي هسعى لنقلي مصر. نقلك مصر؟ نقلك مصر ده ايه؟ عز الدين ابتدى يطاردني وابتدى يتصل بمعارفي ويشنع بيا عندهم، واحسن اعيش مع رشدي في مصر بعيد عن الدوشه اللي تنكد على حياتي في المستقبل. ده اللي انا كنت عامله حسابه. كل كلمه سمعها مني نوعها على معاني تانية وبيحكيها الكل من قبله ضدي. ده اللي انا كنت خايفه منه. مفيش خوف مادام في ايدنا العلاج. بس عليكي تعرفي بابا ان حياتي مع رشدي في مصر افضل. عقلك في راسك، اعرفي خلاصك. بالاحضان يا رشدي يا اسعد عريس، بالاحضان يا رمز السعاده. الف حمد لله على السلامه. امال فين الصور؟ يا عيني على الصور. اتفضل اتفضل متع نظرك. وريني كده. الله، مصوراتي شاطر قوي. لكن اسمح لي اقول لك بقى ان سميحه دي بتحبك قوي. شوف هنا في الصوره دي مايله عليك ازاي. ها؟ ولا شوف دي ولا دي ولا دي. كان نفسي تكون جريء زيها كده ساعه التصوير يعني. ما هو ما تنساش ان الحفله كانت في بيتهم. يمكن لو في بيتنا كنت ابقى جريء. ما تنساش البت الجريئه تحب الشاب الجريء. حمش يا اخي. حمش في ايه بقى يا رمز السعاده؟ في كلامك معاها، في كتابتك لها، في كل حاجه. الحنان واللين افضل من الشده. هو انا بقول لك خليك حمش يعني اضربها ولا اشتمها؟ امال حمش في ايه بقى؟ في الحب، في الغزل، تقعد معاها تقول كل اللي في نفسك عشان ما تبقاش ضعيف في نظرها. هي سابت خطيبها اللي قبلي عشان كان ضعيف في نظرها؟ لا، عشان كان جريء زياده عن اللزوم. وخير الامور الوسط. دي بتكتب لي كلام في جواباتها كله رقه وحب وحنان وعطف يقتل. وحتى لو كنت حمش بطبيعتي قدام كلامها هبقى ناعم زي الحرير. اسمع بقى، انا جاي تعبان من السفر وعايز اتشطف وانام طوالي، وهستنى معاك اسبوع بحاله نتكلم في دنيا الحنان لما نشبع. طيب يا سيدي خد راحتك. صفوت بيحب اخوه رشدي قوي يا سميحه. عشان عمل له مرسال وجاب لي جواب منه يا ماما. عشان كل حاجه. ده فرحان بيه وفرحان له اكتر ما يكون ابنه مش اخوه. انا اللي شاغلني موضوع نقلي مصر. مش عارفه رشيد بيماطلني ليه. مين رشيد ده؟ ما انا قلتلك قبل كده، سكرتير المدير وصاحب الحظوه الكبيره عنده، وده اللي يقدر يسهل لي موضوع نقلي. وبيمطلك ليه امال؟ اهو موعدني قبله النهارده. هو مش معاكي في الشغل؟ معايا، بس هيقابلني وياخدني عند المدير في بيته ويكلمه في الموضوع. والمدير راجل طيب قوي يا ماما. لو متجوز وعنده ولاد انا ما عنديش مانع. طبعا متجوز وعنده ولاد وبنات في سني واكبر. طب افرضي ان صفوت شافك وانت ماشيه مع اللي اسمه رشيد ده. هكلمه واعرفه بزميلي وبالموضوع اللي يهمنا كله. طيب هنفضل قاعدين هنا يا رشيد؟ مستعجلة ليه يا سميحة؟ متضايقة انك قاعدة معايا؟ ابدا، بس عاوزه انتهي من المهمه اللي شغلاني. قد كده كارهة تستني في اسكندرية؟ للظروف احكام. يظهر انك بتحبي خطيبك اللي في مصر قوي. مش قوي ولا حاجه، ده طيب زياده عن اللزوم، وان قارنت بيني وبينه هتقول ان هو البنت وانا الراجل. امال وافقتي عليه ليه؟ عشان اغيظ خطيبي السابق، وعشان ما اتركلوش فرصه يشمت فيا، وعشان اوريله ان الشبان على قفا من يشيل مش البنات. انا في منتهى الاعجاب بصراحتك وقوة شخصيتك وشجاعتك في الكلام، بس الكلام ده لو سمعه خطيبك اللي في مصر هيفقد رشده. نتكلم في الاهم، هنوصل للمدير امتى؟ مش هنوصل. مش هنوصل. وكنت لازم تلاحظي كده من تاني يوم كلفتيني بمساعدتك فيه يا سميحة. ها؟ انا اسأل على عقلة نقلك معلش. رشيد انت بتقول ايه؟ عينيا اعتدت تشوفك اكبر وقت من النهار كل يوم. مش معقول احرم عينيا من النظر لوجهك بايدي. رشيد كنت بستنى الفرصه اللي اقدر اصارحك فيها باللي في قلبي، والفرصه انت هيأتيها لي بكلمه. كلمه؟ قلتها لي عن خطيبك. هو البنت، ومش معقول بنت زيك كلها حيويه تتجوز بنت في طوب راجل مهما كانت عايزه تغيظ خطيبها السابق. غيظيه بشخص افضل. انا مثلا انت؟ اني خطوبتك مع البنت فركشيها يعني، وانا هتقدم لك بعدها. انت؟ رهن الاشاره. هو البنت، ومش معقول بنت زيك كلها حيويه تتجوز بنت في طوب راجل مهما كانت عايزه تغيظ خطيبها السابق. غيظيه بشخص افضل. انا مثلا صحيح،
انت افضل، انت زميلي، قدامي في النهار قدامي في الليل، فهمني وفهماك. كنت بستنى الفرصة اللي أقدر أصارحك فيها باللي في قلبي، والفرصة أنت هيأتيها لي بكلمة كلمة قلتها لي عن خطيبك. هو البنت انهي خطوبتك مع البنت، فركشيها يعني، وانا هتقدم لك بعدها. هنهيها، هفركشها ايه اللي جرالك يا سميحه؟ قولي لبابا يقابل صفوت ويعرفوا ان اللي بينا بخصوص خطوبتي انتهى. بتقولي ايه يا مجنونه؟ انا هبعت جواب لرشدي بكده، وادي الشبكه اتفضلي وديها له. سميحه، كلمه واحده، رشيد زميلي هيتقدم لي، انت يهمك الافضل لبنتي. ما اقدرش اقول لابوكي حاجه زي دي. انا هقول لبابا. هو بتاع اللبن ده ما يجيش متأخر عن كده شوية؟ يا ساتر. طيب يا أخي طيب. مين؟ رشدي. اتفضل. ايه ده؟ جواب وصلني امبارح بعد الظهر، اقراه. السيد رشدي، اعتبر اللي بيني وبينك انتهى، كلمة واحدة، سميحة. حصل حاجه بينك وبينهم يا صفوت؟ حاجة ايه يعني؟ يعني زعلتهم بكلمه خلت سميحه تبعت لي جواب زي ده؟ أبدا. انا ما عملتش حاجه تزعلها، ما غلطتش معاها اي غلطه، ما كنتش بخيل في اي مناسبه، كنت بتنقل من بلد لبلد عشان اكرمها. انا خايف تكون انت عملت حمش معاهم خليتها زعلت يا صفوت. وحياتك عندي لا، اهدى شوية وسيبني أبحث الموضوع ده. ما فيش سبب، عرفناكوا بالمعروف وبنسيبكوا بالمعروف. وانت يا هاشم ايه رأيك؟ وانا اللي هتجوز يا صفوت؟ لا انا ولا امها، هي اللي هتتجوز وهي اللي هتعيش مع اللي تتجوزه. وحاجتكم بنردها لكم، ما بننكرهاش. مش مهم الحاجة ولا مهم ردها او الجوازة تتم ولا ما تتمش، المهم نعرف السبب. ما فيش سبب. لو في سبب كنا نقول لك. ده كلام اب ولا ام برضه؟ فين سميحة وانا اسألها؟ سميحة في شغلها وما فيش داعي تتعب نفسك، كفاية اللي بينا. اتفضل الحاجه اللي اخوك جابها، وما فيش داعي تزعل، وقول له ما يزعلش. انا هتجنن يا صفوت، هتجنن، عقلي هيطير مني. مع الايام هتنساها وهتصادفك اللي تحبها اكتر ما حبيت سميحة. عاوز اعرف السبب. انا متلهف لمعرفة السبب اكتر منك. خد، اتفضل اقرا جواباتها، اقرا الكلام اللي كاتباه كلمه كلمه. محدش يصدق ان بعد ده تبعت تقول لي ان اللي بينا انتهى. انت جايب جواباتها معاك؟ جواباتها وكل صوري معاها، عشان لو مفيش فايده هفرجها لكل الناس، هنتقم لنفسي منها. طبعك اللين والحنان مش الشر والانتقام. انسى اللي كان واديني الجوابات والصور اللي معاك دي. هتعمل بيها ايه؟ هتقطعها؟ لا، خليها تنفعني. مش هتنفعك، الشيء اللي فيه خوف منه يضر، ما ينفعش حد، ومش هقطعهم زي ما انت فاكر، هسلمهم لصاحبتهم باليد في ظرف مقفول. انت هتدخل بيتهم تاني يا صفوت؟ انا اعرف مكان عملها، هروح لها هناك